شكايه تما. يعني جميع المساطر اللي داروها الناس اللي قبل منا اللي وقعوا في نفس المشكل درناها. الفرق هو اننا حنا خرجنا بوجه مكشوف، والاخ ديالي غامر واحد المغامره، لونسا واحد الفيديو من تما، يعني لقى الفرصه لونسا واحد الفيديو تيهضر فيه على انه مختطف وماشي هو انسان بليد ولا غبي باش انه يدير بلاغ كاذب اللي غيخرج عليه ولا غيخرج علينا حنا كاملين. يعني حنا راه ماشي زعما باغيين البوز ولا الشهره كما كيتقال، حنا الحمد لله راه ناس واعيين ناس قاريين، فقط بغينا نوصلوا الصوت ديالنا وبغينا الاخ ديالنا والناس كاع اللي واقعين في نفس المشكل يرجعوا. علاش؟ لان اش كيديروا هما كتسني معاهم انت كونطرا ديال العمل، خدام حاولتي تهرب غادي تاكل العصا ديال بصح، خصك تسالي الكونطرا. كيفاش دري من لاصال للدار حتى يرتكب اكبر غلط في حياته وياخذ واحد التعذيب اللي بلا ما نقول. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد دائما مخصص مفيد. ندخل في الموضوع مباشره. القصه ديال اليوم القصه ديال عزدين من ضحايا تايلاند. وقبل ما ندخل الفيديو الاخوان بغيت نعطيكم واحد الميساج. اخوان الناس اللي كتجي التعاليق باش تكونوا واقعيين، دابا نهضر معكم الاخوان سيريو، انا نهضر معكم واقعي. الناس تجي التعاليق تقول لك الصوت ناقص، التصوير ناقص، هادي ناقص، حيد هادي من النور، دير هادي دير هادي. انتقاداتكم الاخوان مزيانه ليا، ولكن الاخوان اللي ما تعرفوش هو انني راه ما تندخل الاخوان حتى شي حاجه لا من الفيسبوك لا من الانستغرام لا من التيك توك لا من يوتيوب. باش نكونوا واقعيين الاخوان، لا البيسي لا الريغ لايت لا الاستوديو لا لي مايك لا الدي جي الطبوبا اكسيتيرا، هادشي كامل الاخوان راه تيجي على المراحل. يعني اجي نخدموا الاخوان في مواقع اخرين باش يلا ناخذوا لي ماتيريال باش نخدموا. بقات لنا نقطه واحده الاخوان هي ديال التصوير. عارف يجي عندي شخص يقول لي في التعليق التصوير عندك ناقص، اتفق معك اخويا. بقات لنا نقطه واحده في الاستوديو هي شي كام بروفيسيونيل. القصه ديال اليوم الاخوان ماشي بحال باقي القصص اللي عاودت لكم. القصص اللي ديجا عاودت لكم تكون قصه دازت وعرفنا المصير ديالها. هاد القصه الاخوان اللي نعاود لكم ديال عزدين الاخوان قصه واقعيه، وباقي هاد القصه لدابا باقي في المشكل السيد. هذاك الشيء علاش بغيتكم كلشي الاخوان يبارطاجي هاد الفيديو هذا الاخوان، حيت علاش؟ حيت خويا وخوك واختك هما اللي كاينين الاخوان في تايلاند، واللي ما عارفينش الاخوان راه ماشي خدامين، راه محتججين. علينا الاخوان القصه ديال الاخوان تبدا واحد السيد الاسم ديالو عزدين من مدينه ايتودير من نواحي مراكش. هاد الدراري الاخوان تنعرفو شخصيا. هاد الدراري الاخوان سبورتيف، تعرف لاصال الدار القص، يعني غادي بواحد الاستراتيجيه مزيانه. بقات ناقصه حاجه وحده في الحياه ديالو، هو انه يقلب على واحد الخدمه اللي تكون زوينه بواحد الصالير زوين براحه البال، يعني معزز مكرم. هادشي علاش الاخوان هذه هي النقطه ديال بزاف، وهذه هي النقطه اللي تلعب عليها المافيا ديال الاخوان. هي النقطه اللي 99% تيطيحوا في الفخ، ولكن كاين اللي تيزهق الاخوان. على اين هاد الدراري الاخوان كيفاش بدا به الخطوه الاولى؟ الخطوه الاولى هو يفكر انه يمشي يقرا في الصين. حتى لهنا مزيان، نقصوا هاد المراحل. وصلت المرحله ديال انهم غادي للصين، مشى للصين. كان قال لي انه نمشي نقرا، ولكن راه عندي واحد الوقت، عندي واحد الوقت في النهار. يعني هما قالوا لي يمكن لك انك تبغي تخدم شي بلاصه اخرى، يعني الا بغيتي تدخل شي ارباح باش تعيش تما ولا خصك شي مصاريف، يعني نقول لك انك تخدم تما. واخا حتى لهنا مزيان. مشى الاخوان السيد للصين الاشاره، مشى هو واحد صديق اخر، يعني مشاو جوج الناس. وهذا عزلنا الاخوان اللي تنعاود لكم القصه ديالو دابا، هو اللي نقدروا نقولوا فلت، يعني ربي ورضات الوالدين، يعني فلت اخر نقطه فلت. ولكن السيد اللي مع الاخر راه باقي الاخوان محتجز وتيدوز عليه اشد تعذيب واقصى العقوبات تدوز عليه تما الاخوان. هذاك الشيء اللي بغيتكم تبارطاجيو الفيديو. ملي وصلوا للصين مشاو تسخلوهم، مشاو للدراسه، هادشي كامل اللي مخطين ليه غادي هو هذاك. بداو يقلبوا على شي خدمه. هنا فين طيح النقطه، وهنا فين يكون المشكل. ملي تيقلبوا على شي خدمه يخدموها ابار على الدراسه ديالهم، يعني باش يدخلوا شويه المصاريف، هنا فين يطيحوا على واحد السيد الاخوان اللي هو من هاد الناس المافيا، واللي هو مغربي الاخوان، وجا عندهم على اساس انهم يمشيو لتايلاند باش يخدموا، وعندهم لي كونطرا سي دي اي، يعني
فرص زوينه الاخوان جاتهم. والاشاره هاد السيد الاخوان تعرفوه من بعد شكون هو. هاد السيد الاخوان ماشي خدام معاهم، حتى هو محتاج، حيت هاد الطريقه اللي تيدير انه باش يجيب الناس حتى هي داخله في استراتيجيه ديال المافيا. قال لي ودي غتمشيو لتايلاند، غتمشيو تخدموا معنا، وهما اصلا عندهم واحد الدرايه بالامر وعندهم فكره على التداول. قال لهم غتمشيو تخدموا معنا تخدموا معنا في التداول، تمشيو معنا تخدموا في تايلاند. واخا هنا مزيان، الصالير مزيان، السكن مزيان، كونطرا كما قلنا سيدي، قضيه مزيانه هذه. واخا عطاهم الطريق اللي يتوجهوا بها، عطاهم لي كونطرات يسنيو عليهم، صافي تفاهم معاهم على واحد النهار اللي يشدوا ايسات لهم وقت الطياره والتكاليف كامله باش يتنقلوا. فين يمشيو لماليزيا. غادي معنا فعلا واحد النهار فاقوا، شدوا الطياره في الوقت المحدد، شدوها من الصين مشاو لماليزيا. مزيان. ملي مشاو لماليزيا الاخوان هنا جلسوا 3 ايام حتى لسيمانه. هاد 3 ايام لسيمانه هي فاش وجدوا لهم وريقاتهم الاخوان باش يدوزوا قانونيين، يدوزوا لتايلاند، من ماليزيا لتايلاند. هنا فاش وقف رضات الوالدين مع الدري عزدين، ولكن الدري الاخر تيمشي ضحيه. هنا الدري عزدين سولوا عاودوا سولوا الناس على هذا الامر هذا، ولقاو 75 او 80% من الناس اللي تيسولوهم تينصحوهم انهم ما يمشيوش. هذيك راه غير ما فيهاش. ولكن عزدين قال ارجع برضات الوالدين، صدق، رجع للصين ورجع كيف ما هو غادي مخطط. مشى رجع انه القرايه، انه يكمل القرايه تما او ميم طون يخدم غير شي حاجه بسيطه. ولكن الدري الاخر تمام. هذاك الشيء علاش نقول نحاولوا الاخوان في هذا الفيديو ما نقولش لكم المصدر ديال هذه المعلومات اللي نقول لكم دابا، حيت صراحه الله خوفا على داك السيد الاخوان. على اي مليو ماليزيا، من تما جات النهار الطياره اخرى اللي يمشيو فيها لتايلاند. مشاو لتايلاند، جاو عندهم الناس استقبال في المطار، في الايروبور، داوهم الطوموبيله. هنا تيتفاجئوا بانهم تضربوا واحد المسافه اللي هي طويله في تايلاند حتى تيوصلوا واحد المدينه اللي سميتها بورما. هاد المدينه الاخوان الاشاره ما تتخدع حتى شي سلطه، فهمنا؟ يعني ديروا ما بغيتي تما باش تفهموا الكونسيبت. المدينه ما تتخدع حتى شي سلطه، جات في الحدود ديال تايلاند. هنا الاخوان ملي تيدخلوهم تيتفاجئوا انهم هذاك الشيء اللي جايين عليه ماشي هو اللي غاديين عليه، هذاك الشيء اللي جايين عليه ماشي هو اللي لقاو امر الواقع. مشاو تما تيلقاو انهم اول حاجه تيسدوا عليك واحد المده 3 سنين كونطرا. هذا الكونطرا الاخوان ملي تدخل تيدخلوك واحد الشومبر، تيسدوا عليك، تيعطيك، تيحيدوا لك التليفونات، تيعطيوك بيسي. هذاك البيسي الاخوان تيعلموك الا ما اصلا هما تيستهدفوا اللي عندهم واحد الدرايه بالامر، الا كان باقي خصو شويه من المعرفه تيزيدوا يكملوا يشرحوا ليه وتيخدم معاهم. ولكن الاخوان تيخدم في النصب والاحتيال عن طريق التجاره الالكترونيه. واخا شنو اللي صعيب في هذا الشيء هذا؟ شنو اللي صعيب الاخوان في هذا الشيء هذا؟ هو انه محتاج سليم بحال ديال من الهواتف. في حاله ما بغيتي تهضر دوز شي ابل ولا تتصل بشي واحد ولا دير شي محاوله على هذا الشكل هذا، يكون مسارك خايب الاخوان. بلا ما نقول لكم الاخوان التعذيب اللي تيدوز عليهم راه تعذيب قاسي الاخوان. بلا ما نقولوا في هذا الفيديو الاخوان نقطه ورجع سطر. ولكن واحد الاخ منهم واحد النهار يزربوا الله، ماشي يزربوا الله، ما نقولوا زربوا الله، نقولوا بغا يفكر على الحل، بغا يفكر في الحل، هو يلقى وسيله كيفاش انه يتصل مع العائله ديالو. بالرغم ان جميع البيسيات اللي عندهم مراقبين، وهما بداتهم اشخاص بداتهم مراقبين 24 ساعه على 24 ساعه، فين تحركوا، فين مشاو، شنو يدخلوا، فين يدخلوا البيسي، فين دخلوا، فين شنو داروا، مراقبين 24 ساعه على 24 ساعه. هنا ملي استطاع واحد السيد، واحد الاخ، انه يتكلم مع العائله ديالو، هنا فين كانت صدمه. ونخلي
اختو هي تقول لكم دفعنا شكايه تما. يعني جميع المساطر اللي داروها الناس اللي قبل منا اللي وقعوا في نفس المشكل درناها. الفرق هو اننا حنا خرجنا بوجه مكشوف، والاخ ديالي غامر واحد المغامره، لونسا واحد الفيديو من تما، يعني لقى الفرصه لونسا واحد الفيديو تيهضر فيه على انه مختطف وماشي هو انسان بليد ولا غبي باش انه يدير بلاغ كاذب اللي غيخرج عليه ولا غيخرج علينا حنا كاملين. يعني فاحنا من هذا المنبر راه ما كنطالبوش يعني الناس، يعني حنا راه ماشي زعما باغي البوز ولا الشهره كما كيتقال. حنا الحمد لله راه ناس واعيين، ناس قاريين، فقط بغينا نوصلوا الصوت ديالنا، وبغينا الاخ ديالنا والناس كاع اللي واقعين في نفس المشكل يرجعوا. انا على تواصل دائم مع الناس اللي واقع عليهم نفس المشكل. واخا مزيان. دابا فهمتوا الكونسيبت. نرجع معكم هذاك السيد اللي قلت لكم وقف عليهم في الصين وقال لهم والاشاره. هذا السيد ماشي في الصين، راه يقدر يتواصل مع الناس في المغرب. راه الناس من المغرب سيبطوا لهم كونطرات وسيبطوا لهم الفلوس بالطياره وفلوس كلشي غير باش يوصلوا عندهم تما. علاش؟ حيت عندهم هما الهدف يوصل عندهم الضحيه. علاش؟ لان اش كيديروا هما؟ كتسني معاهم انت كونطرا ديال العمل، خدام، حاولتي تهرب غادي تاكل العصا ديال بصح، خصك تسالي الكونطرا. هاد السيد اللي قلت عليهم في الصين، علاش قلت لكم خدام معاه؟ حيت هاد الناس اللي تيكونوا محتجزين ملي تيكمل يعني 6 شهور ولا عام، شنو الشرط اللي تيبقى عنده؟ الشرط اللي تيبقى عنده هو انه خص يجيب لي واحد العدد ديال الناس. فهمنا يا اخواني؟ نجيب واحد 5 ولا 6 ولا واحد 10 الناس خصك تدخلهم لهذه المنظمه. يعني جيب لنا ضحايا اخرين باش تمشي انت. يعني انت يعني الحريه ديالك هي شخص اخر. فهمتوا الكونسيبت؟ هذاك الشيء اش يضطر، ورغم ذلك راه تيبقى مراقبه الاخوان. هذاك الشيء علاش يضطر السيد انه يجيب ناس اخرين. وتنظن الاخوان الميساج فهمتوا القصه، فهمتوها مزيان. ما تبغيش هذه القصه، ما بغيتش نتعمق فيها بزاف. داكشي اللي بغيت نعطيكم لي ديتاي اللي اكزاكتلي عن مصادر موثوقه. حاجه وحده اللي نطلب منكم الاخوان هي الفيديو هذا. الاخوان بغيت بارطاجيه لو ماكسيموم الاخوان بارطاجي الفيديو هذا. بغيت الناس توعى باش حتى الا كانوا ضحايا اخرين توصلوا شي رساله بخصوص هذا الموضوع هذا، يعرف شنو كاين تما. هذاك الشيء علاش بارطاجي، حيت خويا وخوك الاخوان هما يكونوا ضحايا. وحتى هنا كيكون سالا الفيديو ديالنا. ما تنساش اعجاب الفيديو، بارطاجي معلومه الاصدقاء، رجعوا فائده الجميع. ولا عجبك المحتوى ما تنساش دير متابعه الصفحه باش ديما توصل بالجديد. هذا ما كان معكم مهدي من قناه ام بي 0. نتشوفوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.